مرحبا مجددا لمجد لكم حلقة جديدة من مسلسلكم الشيق حورية. ولكن قبل ما نمشي كنتمنى منكم اللي كيشاهد القناة اول مرة تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. في اول حلقة غادي نشوفوا حسن بعد ما خداه سعيد لعند هذاك المحامي، وهنا غادي نشوفوا باللي هذاك المحامي غادي يقترح على حسن باش ان الام ديالو تزوج الا بغاو يردوا جاد. وهنا حسن ما كيقبلش هذيك الهضره كاع، وكينوض وكيخرج من المكتب كيقول له هذا شنو كيقول، هذا الشيء راه ما يمكنش. وهنا المحامي غادي يحاول يقنع سعيد، غيقول له خاصك تقنع الام ديالو باش تزوج، راه هذا هو الحل الوحيد باش انكم تقدروا ترجعوا جاد. من بعد غنشوفوا سعيد حتى هو غادي يخرج وغادي يبقى يقولها لحسن، غادي يقول له باللي هو راه قال باللي الام ديالك خاصها تزوج، ولكن شي واحد اخر من غير كريم، يعني خاصها تزوج شي واحد باش تحيد عليها الشبهات وتقدر ترجع جاد. وغادي نشوفوا باللي داك الشخص كيشوف فيهم اللي هو غادي يكون الاب ديالو ايوب. من بعد غادي نرجعوا لعند حوريه هنايا بعد ما يعني مشات حلات هذاك المحل اللي كتشتغل فيه. مشات يعني باكرا وباش وجدت كل شيء، يعني باش كتوجد راسها باش انها تمشي تشتغل حتى في المحل ديال سعيد. من بعد هنايا غادي نشوفوا المحامي كريم هو والمحاميه ديالو بورجو. هنا غادي تجيب له الوثائق والمستندات يعني الاوراق اللي كيدينوا يعني يعقوب. من بعد غادي نمشيو نرجعوا لعند حوريه بعد ما غادي تجي المشغله ديالها، وغادي تلقاها وجدت بزاف يعني ديال الاطعمه والحلويات. غتقول لها من امتى انت وجدتي هادشي كامل؟ غادي تقول لها راه اني وجدت هادشي بكري باش انني نقدر نخرج. قالت لها صافي غير انت بقيتي تشتغلي هكا وانا ديما غنبقى نعطيك الاذن. من بعد كنرجعوا لعند بدريه هي وصديقه ديالها اللي كانوا يعني تخاصموا في المدرسه، وهنايا مشى عيط عليهم المدير، وهنا غادي يبقى يغوت عليهم، غادي يقول لهم شنو هادشي، ولكن نتوما راكم خاصكم تجيبوا حتى الاولياء الامور ديالكم عاد نقدروا ندخلوكم. وملي كتخرج بدريه كيبقاو يضحكوا عليها البنات في المدرسه. من بعد هنايا غادي نشوفوا حسن اللي كان كيشتغل وغادي يجي اتصال. من بعد غادي يلقاه باللي جاد هو اللي اتصل به، وانا غادي يقول له انا عارفك اخويا ما كتسمعنيش، ما غاديش نسمعك، ولكن انايا انت غادي تسمعني. وهنا غادي يقول له انا راني توحشتك بزاف، يعني اشتقت لكم كاملين وخاصك نتايا تخلصني من هنا. كنشوفوا حسن اللي كيبقى يبكي يعني وهو حزين على داك الوضع. من بعد هنايا غادي نشوفوا المحامي قدير او كريم كان جالس يعني في المكتب ديالو، وغادي يجي عنده الصديق ديالو غيقول له نوض شوف شيماء راه جات. وهنا غادي تجي تقول له فين هو المكتب ديالي؟ غادي يقول لها شوفي انت راه ما عندكش مكتب هنايا، ياك خليت لك هذاك المكتب علاش تابعني حتى لهنا؟ انا غادي تقول له غير بشويه حنا قدام الموظفين يعني ما خصكش تكلم معايا هكا. غادي يقول لها واش انت ما بغيتيش تفهمي؟ انا راه ما بغيتش نشوفك، ما بقيتش بغيت نشوفك قدامي. وغادي يقول لها انت ما عندك حتى شي مكتب هنايا في هذه البنايه، ومن الاحسن انك تخرجي. يعني كتمشي وهي ما عجبهاش الحال يعني من داك التصرف اللي دار لها كريم. وغادي تمشي هي والمحامي ديالها وغادي تقول له شوف انا خاصني ولا بدا مكتب هنايا في الضد ديالو. من بعد غادي نشوفوها غادي تبقى تقول له خاصك ولا بدا يعني تشوف ليا المكتب. قال لها صافي واخا. من بعد غادي نشوفوا حوريه اللي مشات يعني باش تشوف جاد في الحصه ديال انه مشى ديال عند الطبيب على الحساب باش يولي كيسمع. وهنا غادي تلقى عمته وغادي تقول لها انايا شنو جايه نتيا ديري هنايا؟ قالت لها انا جيت نشوف ولدي ومن حقي نشوف ولدي. قالت ليها هنايا، قالت لها انت مش من النوع، قالت لها انا ثقت فيك ودخلتك للمنزل ديالي وكنت كنعتبرك يعني قلت صافي انت راكي وليتي زعما وحده منا، ولكن انت درتي هذا الشيء. هنا غادي تقول لها راه بابا ما غاديش يبغي على ان يعني كي تشوفي جاد. وهنايا غادي نشوفوا باللي حوريه بقات مازال كتسنى امتى يسالي الحصه ديالو باش تشوفوا. من بعد غادي نرجعوا لعند كريم. هنا بنبا غادي يجي عنده واحد المفتش الصديق ديالو بعد ما كلفوا على انه يجيب ليه الاخبار على يعقوب وايوب. وهنا غادي يقول له باللي راه ايوب راه يعني راه كان هارب، وقال له باللي انا كنعتقد يقدر يكون باقي حي. قال له كريم انا ما كان يعني محاش واش هو باقي حي، هو عنده ولادو والزوجه ديالو كون كان باقي حي كون راه رجع. من بعد غادي نشوفوا هنايا امينه اللي غادي تهز جاد وغادي تمشي تخرج من الباب الوراني يعني باش ما تلقاش مع حوريه وباش ما تخليش جاد انه يشوف الام ديالو. وهنا جاد غادي تيقولها لها يعني بحال الا حس، قال لها علاش نتيا مهرباني هكا وكتجري بيا؟ وقال لها واش جات ماما باش تشوفني؟ هنا كتقول له اسكت ولدي خاصنا نمشيو شويه. تقول له لاباس اللي ما شافتوش حوريه. وغادي يقول لها واش انت هربتيني على الام ديالي؟ قالت لي كيفاش هذا واش كيسمع ولا اشنو؟ وشويه هنا غيقول لها الله يخليكي كنت انا عزيز عليك بزاف، خليني نشوف ماما واخا غير شي شويه.
من بعد كنشوفوا حوريه اللي كتسول الطبيبه، قالت لها كيف بقى جات، قالت لها راه لاباس راه في التحسن، وهي تقول لها فين هو بغيت نشوفو، قالت لها لا راه ما كاينش راه خرج، قالت لها انا راني كنت كنتسنى هنا، قالت لها راهم خرجوا من الباب ديال الوراء. وهنا كتحاول على انها تتصل بامينه ولكن هي ما كتبغيش تجاوبها وكتهرب جاد.